في بداية الفيديو احب اطمنكم ان الدرج الحمد لله لزقناه بامير كده وبقى مية مية. ف جاتني ليه افكار كتير قوي، يعني ان هو فعلا لا حلو، يعني هو من ناحية حلو ينفع ان احنا نحط فيه الخيط بقى والابر بقى والحاجات دي، ويتقفل ويتحط في الدرج، فاهمين؟ يتحط جوه درج يعني، او يتساب على السراحه مش عارف ايه. دي كده اول فكره، يعني مش عشان هو ب10 جنيه خلاص، لا ده انت ليك افكار كتير جدا. ينفع كمان كمقلمه محطوطه كده على المكتب او اي مكان جوه اوضه ابنك، وتحطي فيه بقى القلمه، المساطر اللي هي على قد الدرج، فالجوام البرايات تحفه. هو بس عايز هو كل بس اللي عايزه انك تزقيه كده بس من تحت علشان يرضى يتفتح معاكي. يعني هو ب10 جنيه يا جماعه، يعني مش عشان 10 جنيه خلاص. اللي هو لا انت ايه. الفكرة التالتة برضو ان انت ممكن تحطي فيه اي كركبة كده للمطبخ، مقاور الحاجات دي اللي هي اسمها ايه، المعالق البلاستيك، وبرضو هينفع. اي نعم ماشي ادخلي، هينفع برضو. وايه اهم حاجه تزقيه كده من تحت علشان يرضى يفتح معاكي. والمشابك دي انا بحبها كده في المطبخ، بقفل فيها بيها اي كيس. هنا بقى قلت ايه، لا والله انت طالما عملت معايا كده اشوفك بقى مع الغطيان بتاعت العلب اهو. اي نعم دي مرضتش تدخل وعايزه ادخلها بالعافيه، بس مش مشكله عادي. هو على قد اول 3 افكار حلو. وانتي بقى ممكن اكسسوارات، ممكن اسمه ايه، الارواج الصغيره مش عارف ايه الكلام ده. هو من ناحيه هينفع. ويا سلام بقى لو جبتي منه كذا واحد، واهم حاجه تلزقيه طبعا بامير علشان ما يفكش منك. بصراحه عجبني قوي. الاول ما كنتش حاسه كده، ان انا ندمت ان انا جبته، بس هي 10 جنيه يعني مش حاجه. اشوفكم بقى ان شاء الله في فيديو جديد.